هذا الحلو اللي ما أنصحكم تسووه، لأن أني سويته وظليت آكل منه كل يوم شوية إلى أن خلصت القالب كله، وما أقدر أسوي منه مرة ثانية لأن راح أظل آكل نون ستوب. الترند اللي الكل سواه أنا راح أسويه على طريقتي. جبت قالب سيليكون وحطيت أول شي شوية وايت شوكليت، بعدين شوكليت شيبس ذوبتها بالمايكروويف وحطيتها بالقالب بهاي الطريقة بحيث تكون لا خفيفة ولا ثخينة. هسه راح أحطه بالفريز. كنافة أي نوع متوفر عندكم، قصقصتها صغار صغار، وبعدين جبت طاوة وحطيت بيها زبد وحطيت بيها الكنافة. طبعا تاخذ وقت إلى أن تتقلى وهيك يصير لونها. درت فوقها كريمة الفستق الحلبي وطحينية وفستق مبروش، وكثروا كريمة وفستق لأن لونها وطعمها يصير كلش أطيب. بعدين حطيت طبقة الكنافة فوق النستلة بعد ما جمدت ورجعتها بالفريز. وهسه آخر طبقة وأهم طبقة هي الآيس كريم. طبعا أنا أسويه بالبيت، أحط كريمة حلويات سائلة وكريمة باودر وأخفقهم وشوية حليب مكثف محلى وقشطة، راح تطلع وياكم أطيب آيس كريم. درتها فوق طبقة الكنافة وحطيتها بالفريز، وبعد ما جمدت حطيت طبقة نستلة ثانية وانتظرتها إلى أن تجمد وطلعتها من القالب وقطعتها. خيال.